عرفت إن في قانون جديد للتعليم؟ القانون الجديد رقم 169 لسنة 2025 غير شكل التعليم في مصر من جذوره من الابتدائي لحد الجامعة. خليني أقول لك أهم التغييرات وتأثيرها عليك وعلى أولادك. أول حاجة مدة التعليم 12 سنة إلزامي، 6 ابتدائي، 3 إعدادي، 3 ثانوي. 5 سنين للتعليم التكنولوجي المتقدم، سنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. تاني حاجة الثانوية العامة، امتحان واحد في نهاية تالتة ثانوي، واللي يسقط في مادة أو اتنين يدخل دور تاني لكن بدرجة مش هتزيد عن 50%. تالت حاجة التعليم الفني والتكنولوجي بقى اسمه الثانوي التكنولوجي، والطالب بيتخرج بشهادة اسمها البكالوريا المصرية التكنولوجية، والامتحانات ممكن تدخلها أكتر من مرة ويتحسب لك أعلى درجة. رابع حاجة نظام البكالوريا، ده نظام جديد في مصر، يعتبر أول مرة في مصر، نظام مجاني مدته 3 سنوات، بيتخرج الطالب بشهادة تعادل الثانوية العامة، ومفيش تحويل منه أو إليه بعد بداية الدراسة. خامس حاجة التعليم المهني، سنة أو سنتين، ويدي شهادة تدريب مهني هدفها تجهيز الشباب للشغل المباشر، لكن مش بتأهل للجامعة. وأعمال السنة في الإعدادية، لأول مرة أعمال السنة هتبقى 20% من مجموع الإعدادية، وباقي المجموع على امتحان موحد على مستوى الجمهورية. وبالنسبة للمعلمين اللي يوصل سن المعاش أثناء الدراسة هيكمل لآخر السنة، وممكن يتمد الخدمة بتاعته لحد 3 سنين بقرار من الرئيس، ده الكلام ده لو في عجز في التخصص بتاعه. وأخيرا التربية الدينية والتاريخ الوطني بقوا مواد أساسية، الكلام ده هيكون في كل المراحل لكن درجاتهم خارج المجموع، والنجاح في التربية الدينية هيكون مش أقل من 70%. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.